so troubled by the soul of mine. I've said those words. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحديث التاني بإذن الله من الأربعين النووية. النهاردة هنتكلم عن كذا نقطة كده بإذن الله. بعد ما نشوف الحديث هنبدأ في النقط على طول. أول حاجة عموما استفدناها يعني إن احنا نسمع وناخد بالنا من اللي بيدور حوالينا. في دبانة بتلف حواليا. المهم ان احنا لازم ناخد بالنا من اللي بيدور حوالينا كويس، ونبقى مركزين، مش قاعدين تايهين، مش قاعدين مسلمين. لا، لازم نسمع ونشوف، يمكن لعل وعسى نستفيد من حاجة زي ما حصل مثلا في الموقف ده. خلاص عرفنا ان احنا لازم نسمع وناخد بالنا من نكون صحيين باللي حوالينا حتى للامان. طب ما انا لازم احط نفسي في مكان، يعني مش اي مكان وخلاص ومش هسمع اي حاجة. لا، انا احط نفسي في مكان عارف ان المكان ده بيجمع الناس اللي بتتكلم كويس، الناس اللي بتعرف تتكلم، اللي كلامهم اصلا يفيدني. فانا لا عارف ان كام شخص دول، لا دول شكلهم عاقلين بسم الله ما شاء الله، كلامهم كويس، كلامهم لما بقعد معاهم بستفاد. خلاص يبقى انا اقعد في الحتة دي على طول. اي موقف هيدور حواليا لازم اعرف ان هو هيفيدني. المكان ده مثلا، لا المكان ده مخصص للعلم، يعني كل اللي هيدور فيه هيبقى للعلم. خلاص انا اروح اقعد هناك بس، كفايه اللي هسمعه. طيب انا سمعت مثلا موقفين، واحد جاي يحكي لي حاجه وعاوز حل، او جاي يحكي لي ومش عاوز حل، مجرد يحكي. طب ما انا الحاجات اللي بستقبلها دي كلها لازم انا استفيد منها. يعني لو خبره، فلا هو حكي لي عن مشكله، اعرف هو ليه المشكله دي حصلت، فاستفيد انا عشان لو حصلت معايا او حصلت حاجه شبهها. طب واحد بيحكي لي عن مثلا موقف حصل، لا اعرف ده حصل ليه وحصل، لازم اطلع منها حاجه، مش الحاجه تدخل وتطلع كده من غير اي حاجه، زي برضو ما حصل في الموقف. لان الموقف ده على فكره مش مجرد موقف وخلاص وبيعلم الدين، لا ده لازم نستفيد من جوه اصلا ايه اللي حصل. يعني انا لازم ابقى قاعد ولازم ابقى محاوط لناس بتعرف تتكلم من الاخر، مش ناس تنزلني لتحت، لا ناس تعليني. غير كده ان انا استفيد بقى، مش اسمع واطلع بره، لا انا اسمع واترجم ده واحطه عندي، في يبقى كأني كمان اكتسبت خبرة من غير ما اجربها، يعني من غير ما ادخل عملي واشوف النتيجة. لا ده انا معايا الخبرة بالنتيجة. ده كمان مهمة اوي، دي كتيرة بقى بنشوفها، ان انا مستكبرش اصلا على المعلومة. يعني انا سمعتها من واحد صغير، من واحد كبير، ما اقولش لا ده ما بيفهمش، ده سيبك منه، لا ده مش عارف، ده عيل صغير، مش ده اللي هيجي ينصحني. لا، اسمع وشوف، ممكن ده يبقى في ايده الحل اصلا، ممكن الحتة دي هي اللي كانت غايبة عنك. ما تستكبرش ابدا على المعلومة، اسمع المعلومة عادي واعمل بيها كمان. ومش ضعف ابدا ان انت تبين ان انت لا ده انت معاك حق، ده مش ضعف ولا ده مثلا الا، ما احنا عايشين نتعلم، ويا بخت اللي بيركز، يا بخت اللي بيتعلم من كل كبيرة وصغيرة، ده اللي هينجح. لكن اللي مستكبر هيفضل مستكبر، مش عاوز اسمع، خلاص ما تسمعش، مش هتستفيد اي حاجة. كمان ما ينفعش اقول انا عارف. يعني اول ما في موضوع بيتقال مثلا جنبي، الكاميرا بتتهز، في حاجة، الله لا 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 ايه ده، سوري يا جماعة معلش، كان في لا علينا يعني. فالمهم كنا بنقول ايه، كنا بنقول كمان ان انا ما ينفعش اقول انا عارف. انا سمعت في بداية موضوع وكده، الموضوع ده عندي شوية، عنده معلومات، عندي ليه معلومات يعني، فقلت خلاص لا ده انا عارف. لا، بقولك ايه، ما تتكلمش معايا في الحوار ده، انا عارف. بقولك ايه، ما تنصحنيش عشان انا عارف الحتة دي كويس قوي بقى، دي بتاعتي اصلا. فلا ما ينفعش اصلا ان انا اقول عارف. لا، اسمع يا باشا، هتلاقي ان انت في حاجه كانت غايبه عنك، حتى لو حاجه صغيره قوي. انت عارف معلومات كتير بس ما شاء الله عليك، بس في حته كمان كانت ناقصاك.
لا، اسمع اسمع اسمع، هتستفاد اكيد. ما تستكبرش على المعلومة زي ما قلنا، وما تقولش انا عارف. غير كده اللي بيقول انا عارف ده يبقى اكتر واحد مش عارف حاجة. فهي دي الفكرة. اللي فاهم بجد، اللي فاهم بجد وعارف، هو اللي بيقول لا انا مش عارف، عاوز اعرف، عاوز اعرف اكتر، وهكذا. ماشي. فهو دلوقتي الحديث كمان بعيدا بقى عن الحتة دي، حتة تانية، ان الحديث بيتكلم عن اركان الاسلام. بس انتوا شوفوا كمان الذكاء في النصح. يعني انتوا شفتوا الذكاء في النصح وتعليم الشيء وتعليم الدين، انتوا شفتوا اتصرف ازاي اصلا. وكمان من الحاجات اللي احنا عاوزين نستفيد منها، انه مثلا ايه، جبريل عليه السلام ما راحش الناس مش فاهمة، لا دول صحابة. يعني راح عشان يعلم صحابة، وهم انت عارفين يعني ايه صحابة؟ يعني هم اصلا عارفين في الدين، ولا حد فيهم مثلا قال لا ده انا عارف. هو انت يا غريب اللي احنا لسه شايفينك اول مرة هتيجي تعلمنا؟ ولا حد يتكلم ولا لا، ده بيسأل وبيعمل وكله، وهم قاعدين سامعين. لا هات لنا تاني نعرف تاني. حتى بعد ما مشي ما قالوش طب ما احنا كنا عارفين، لا تمام ده صح جدا ده ماشي، تاني تاني. هي دي الفكرة. والاسلوب اصلا ذكي جدا. يعني ما راحش مثلا قال ايه، بصوا يا جماعة 1 2 3 4 اهو. مع ان على فكرة يعني في الدين مفيش هزار. يعني الحدود حدود، وما فيهاش مثلا ما تقولهاش كلها. يعني قول حتة دول الناس لا مفيش في الدين كده. انا في الدين عندي حدود، يبقى الحدود دي زي ما هي وتتقال زي ما هي بنفس الدرجة. طبعا بالطريقة تبقى لينة، بس ما نقص منها حاجة. ما ينفعش كده، انا بخترع بس كده. فهي دي الفكرة، الاسلوب والطريقة وعدم التكبر كمان على المعلومة، وكل ده حاجات نستفيد منها. غير طبعا ان هو قال لهم اركان الاسلام ال5، وازاي ابقى مؤمن، وازاي ازود ايماني، وهكذا والحاجات دي. بس هي الحلقة مش سهلة، يعني هي بسيطة بس مهمة جدا، مهمة جدا والله. وحاجات بصوا يعني هو موقف بسيط ممكن حد يشوفه من بره موقف بسيط، بس شوفوا احنا طلعنا منها قد ايه. يعني يا رب اكون وصلتها بطريقة بسيطة، ويا رب يعني تكون فادتكم. بس اشوفكم ان شاء الله مع حلقة تانية باذن الله وفادة تانية. السلام عليكم.